نستمع معا إلى الرياضة وحسام زايد. ماذا لديك في صفحات الرياضة في عدد الغد حسام؟ أستاذ أحمد، كالعادة يمكن دايما في صفحات الشروق بتلاقي كل ما هو جديد، ولدينا دايما انفرادات. يمكن الزميل عادل هيبة انفرد النهارده بخبر من أهمها طبعا عرض اتحاد جدة السعودي لشراء أبو تريكة في شنك. الزميل عادل هيبة أجرى اتصال باللواء محمد بن داخل الجهني رئيس نادي اتحاد جدة السعودي. رئيس النادي نفى كلية وجزئية هذا العرض اللي كان أثير أن تقدم به النادي السعودي لشراء أبو تريكة مقابل 20 مليون جنيه، على الرغم من أن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي والمهندس عادل القيعي مدير إدارة التسويق أكد أن في مفاوضات شفهية بالفعل، ولكن رئيس النادي السعودي نفى العرض وأكد أن الجهاز الفني ليس في حاجة إلى أبو تريكة. أيضا الزميل عادل هيبة كتب يقول الأهلي يرفض إكمال صفقة وليد سليمان بشروط إنبي. الأهلي وصل العرض إلى 8 مليون جنيه، إنبي طلب 12 مليون. النادي الأهلي رفض طبعا أنه تراجع عن هذه الصفقة، تراجع حتى الآن لن يزايد على 8 مليون جنيه. إذا إنبي فضل هذا الرقم تتم الصفقة، إذا لم يفضل لن تكون هناك الصفقة. ننتقل سريعا إلى الصفحة الأخرى وهي خاصة بأخبار نادي الزمالك. الزميل محمد القعود كتب خبر مهم بيقول الصقر يوقع للزمالك الخميس. طبعا أحمد حسن في مفاوضات متقدمة مع نادي الزمالك وبشكل كبير جدا، هيوقع لنادي الزمالك يوم الخميس المقبل في صفقة لمدة موسمين. الموسم الأول 3 مليون جنيه، الموسم الثاني 4 مليون جنيه، يعني موسمين ب7 مليون جنيه. كمان في خبر تاني بيقول الأهرام تسوق كواليس الزمالك حصريا. وكالة الأهرام طبعا عارفين ان هي حصلت على حق رعاية نادي الزمالك في الموسم المقبل مقابل 25 مليون جنيه. الوكالة أيضا حصلت على الحق الحصري لتسويق كواليس وتدريبات نادي الزمالك للقنوات الفضائية، وعليها أن تتفاوض مع وكالة الأهرام. أيضا في خبر مهم بيقول أن المعلم حسن شحاتة يدرس عقود جهازه قبل التوقيع للزمالك. طبعا كان في كلام كتير اتقال ان حسن شحاته هيتراجع عن تدريب الزمالك، لا طبعا الكلام ده غير صحيح. الكابتن حسن بيدرس العقود حاليا، وفي طبعا الناس ما تعرفوش احنا نازلين بيه بكره في الشروق ان ما فيش شرط جزائي في العقد، ومده العقد موسم واحد فقط قابل للتجديد وليس موسمين. ده يمكن كل ما لدينا في الصفحه الرياضيه. شكرا جزيلا، اشكرك شكرا جزيلا الصحفي في صحيفه الشروق تحديدا صفحه الرياضه حسام زايد، وكذلك اشكرك استاذ احمد البهنساوي المسؤول او رئيس القسم العسكري بصحيفه الشروق. اشكركما شكرا جزيلا.